الفيلم حلو قوي، يعني أنا كنت متابعة معاهم في التصوير، مرات كنت بروح لهم وبشوف، وكنت شايفة ديكورات حلوة وشايفة شخصيات كتير قوي في الفيلم. فلما شفته لقيته حلو كتير، يعني كلمة حلو صعب إنها تنقال. هو فيلم فني وتمثيلا عالي وكتابة عالي وديكورات حلوة، وبحيي كل اللي اشتغلوا فيه، من المنتج للموسيقى التصويرية للكاتب طبعا بالأول، للممثلين كلهم اللي عملوا أدوار صغيرة ومعلمة. فالفيلم حلو. ما هي قراءتك لرسالة الفيلم بصورة عامة من خلال الكباريه ومن خلال هذا العالم المصغر الذي يلم عدد مش بس من المصريين وإنما حتى من الدول العربية أيضا؟ هو الرسالة بتقول زي ما دايما بنقول إنه دايما بنشوف الناس من برا، ما بنشوفهاش من جوا. فياريت نشوفها من جوا، وبنحكم على الناس من غير ما نعرفها. فياريت نعرف الناس، ياريت نعرف الفيلم، ندخل ونشوفه، ما نحكمش عليه من برا، ما نحكمش عليه بس بمين اسم عمله او مين اسم بطله. انه الكاتب دايما له معاني. هنا بتقول كده، بتقول انه حتى في مكان فاسق هتلاقي الناس الكويسة، هتلاقي الناس الفاسقة وهتلاقي الناس الكويسة، وهتلاقي اللي وراهم اهداف كويسة، وهتلاقي اللي متورط في الحياة، وده موجود. يعني هو جاب عينات من المجتمع ده، عينات يعني بصراحة، وكاتبها حلوة قوي، وفيها خفة دم، وبتعيط مع الشخصيات وبتضحك معاهم. فكل شخصية مكتوبة بجد حلوة قوي.